السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مفاجأة تحدث لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية، وذلك بفضل ذكاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وسياسته القوية المحكمة التي أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على احترام الجزائر وتمييزها عن غيرها من باقي الدول الأفريقية والعربية. فقد تفاجأ الجميع بالأمس لحظة وصول الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إلى مطار واشنطن من أجل المشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية الثانية بحضور كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقدمتهم قائد أركان الجيش الأمريكي وبعض المعاونين له، إضافة إلى المسؤول الأول عن الكونغرس الأمريكي وبعض الشخصيات البارزة على الساحة السياسية والعسكرية في البلدين. وهذا لم يكن معتادا عليه في السابق من قبل الدبلوماسية الأمريكية تجاه الجزائر ومسؤوليها. وللإشارة فإن الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن يمثل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في القمة التي تستضيفها واشنطن العاصمة الأمريكية على مدار 3 أيام. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.